نيمار يكشف كواليس رفضه ريال مدريد ولقاءه الغامض مع غوارديولا فجرا وتعليمه ميسي ضربات الترجيح. ماذا لو انضم نيمار إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة؟ كيف حاول بيب غوارديولا إقناعه بالانتقال إلى بايرن ميونخ؟ ولماذا وجد نفسه يعلم ميسي تسديد ركلات الجزاء؟ قصص مثيرة يكشفها النجم البرازيلي لأول مرة تكشف أسرار القرارات المصيرية التي رسمت مسيرته. منذ انتقاله من سانتوس إلى أوروبا كان نيمار واحدا من أكثر المواهب المطلوبة في العالم. ريال مدريد كان مستعدا لفعل أي شيء لضمه، حتى إنه قدم له عرضا ماليا أشبه بشيك مفتوح يسمح له بالحصول على أي شيء يريده. العرض كان مغريا، خاصة أن راتبه في النادي الملكي كان سيصل إلى 3 أضعاف ما عرض عليه في برشلونة، لكن قلبه كان مع الفريق الكتالوني. كان يحلم بالسير على خطى رونالدينيو واللعب إلى جانب ميسي، وهو ما جعله يختار برشلونة دون تردد. لكن ريال مدريد لم يكن الوحيد الذي حاول التوقيع مع نيمار. بيب غوارديولا دخل على الخط بأسلوب غير متوقع بعد فوز نيمار بجائزة بوشكاش، وفي ساعة متأخرة من الليل تلقى اتصالا من والده يطلب منه فتح الباب. لم يكن يتوقع أنه سيجد أمامه بيب غوارديولا ومترجما يحملان خطة لعب مكتوبة على ورقة. بأسلوبه التحليلي المعتاد بدأ غوارديولا يعرض رؤيته لكيفية تطوير يدي نيمار، مؤكدا له أنه يستطيع تحويله إلى أفضل لاعب في العالم، بل تحداه قائلا إنه إن لم يسجل 60 هدفا في الموسم فسيغير اسمه. ورغم محاولة نيمار لمعرفة النادي الذي يريده غوارديولا أن ينضم إليه، لأن الأخير كان متحفظا في البداية قبل أن يكشف في النهاية أنه كان يريد نقله إلى بايرن ميونخ. في برشلونة لم يكن نيمار مجرد لاعب جديد في الفريق، بل أصبح عنصرا أساسيا في خط الهجوم إلى جانب ميسي وسواريز، لكنه لم يكن يتوقع أن يجد نفسه يوما يعلم ميسي شيئا جديدا. خلال التدريبات لاحظ نيمار اهتمام ميسي بطريقة تنفيذه لركلات الجزاء، لدرجة أنه سأله عن السر وراء دقته في التسديد. تفاجأ نيمار من سؤال ميسي، متعجبا أن لاعبا بحجمه يحتاج إلى مثل هذا النوع من النصائح، لكنه لم يتردد في تقديم بعض الإرشادات. ميسي استمر في التدريب على التسديدات، ومع الوقت أصبح واحدا من أفضل منفذي ركلات الجزاء في العالم. اختيارات نيمار صنعت تاريخه، من رفض ريال مدريد إلى الانضمام إلى برشلونة، ومن لقاء غوارديولا الغامض إلى صناعة الثنائية مع ميسي. وبعد مرور سنوات على رحيله عن برشلونة يعود اسمه ليرتبط بالنادي من جديد، فهل تكون عودته ممكنة؟ الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.